احلى حاجه مرهقه تعبانه جدا وجايه خلصانه، مع حرفيا يعني بمعنى الحرفي يعني. بس سبحان الله، السكينه اللي بلاقيها عند الطيور ما بلاقيهاش في اي حته تانية. اروح الاقي ولادي النهارده اجازه، اروح الاقي ولادي ولا اي حاجه معموله، ولا اي حاجه، ولا الجيبات زي ما هي، الدراسه زي ما هي، حتى فطارهم ما فطروهوش. يعني الفطار نفسه ما فطروهوش. اللي هو الحياه واقفه معتمده ان انت اللي تعملي كل حاجه. اما هنا بحس اني انا هم معتمدين عليا، طبعا انا اللي بعمل لهم كل حاجه، اكيد هم ما بياكلوش نفسهم ولا حاجه، بس بحس عندهم بالرحمه، بحس عندهم لا يعني بيبقوا مستنيين ان انا اكلهم واهتم بيهم واحط لهم ميتهم وكلام من البشر. بس حتى لما بتقولي لهم وبتعملي مفيش، تحسي ان انتي بتنفخي في قربة مقطوعة. مش مقطوعة، ده هي متقطعة، متفتفتة، مفيهاش حتة سليمة. تحس بالسكينة عندهم صدقوني. كنت بستغرب قوي الناس اللي هم غاويين حمام وغاويين الحاجات ديت، تقول لك لا بحس، ولا اللي غاوي كلاب والكلام ده، ازاي يحب الكلب او الحيوان اللي هو مربيه اكتر من الناس اللي بيتعامل معاهم. فسبحان الله، مش كل البشريين بتلاقي جنبهم السكينة، فممكن بتلاقيها جنب طير، جنب حيوان، جنب حاجة، حتى لو ما بيديكش حاجة وانت اللي بتعمله كل حاجة برضو، بس برضو بتحسي بالسكينة جنبه. مش عارفة انا كده ولا في ناس زي